صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، او مساء الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. النهارده بقى هنعمل اكله حلوه كلنا بنحبها وخفيفه وكل حاجه، وتنفع كمان للرجيم ما عدا البطاطس. معانا سلطه ولحمه مشويه. نشوف التتبيله الحلوه دي عملناها ازاي، وعملنا البطاطس دي في الاير فراير. يلا بقى نسمي الله ونشوف تتبيلتنا. بس ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. بحبكم قوي، واهلا وسهلا باي حد جديد في قناتي. نورتوني، قناتي طبعا بتكبر بيكو. يلا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول بقى حاجه معانا كده، بقول لكم باي باي. انا معايا العرق اهو. انا ما رضيتش اقطعه، قلت اقطعه معاكم. ده عرق فليتو، ده من اكتر الحاجة اللي طرية جدا في اللحمة كلها. العرق التاني اللي هو التريبيانكو، اللي هو عرق اللحمة الباردة، ده مش بيتعمل طبعا مشوي. في ناس بتحب تعمله بتقطعه حلقات وتعمله صينية. انا بصراحة ما بحبوش، غير هو اسمه لحمة باردة، فانا بصراحة ما بحبش اللحمة دي غير اعملها لحمة باردة بس. مبحبش اكلها سخنة عامة يعني. آه، ده بقى العرق الفليتو اللي هو بتاع الشوي. ده بقى عايزة تعمليه مكعبات تعمليه على الفحم، عايزة تعمليه بفتيك تمام، مشوي مقلي ماشي. بس لو هتقليه خدي بالك ما تقصيش عليه في السوا اوي، لان هو طري زي ما انتوا شايفين عامل زي البسطرمة، فمش محتاج ان هو يداس عليه في القلية. يعني ده ولا محتاج يتحط له خل، ولا محتاج يتحط له اي حاجة زبادي ولا لبن ولا اي حاجة طرية، هو اصلا ما شاء الله مش محتاج. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بشفي كده الحته اللي هي الجلده دي، عشان خاطر اصلا كده كده لما تعمليه بيها هتلاقيها قوصت كده معاكي ومش هتبقى حلوه. هتقولي طب انتي بتجيبيه سليم ليه مش بتقطعيه؟ اولا انا قبل كده خليت الجزار يقطعهولي، ما عجبنيش تقطيعه، بيقطعوا حلقات تخينه وخلاص، وانا مش بحب اعمله كده. انا بحب اقطعه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي، بتبقى احسن بكتير. اللحمه لازم ما تبقاش تخينه قوي. وانا بفضل اقطعه بالسكينة وافرده. ولو هدقه هتدقيه بالراحة جدا، بس اصلا الفريتو مش بيتدق، مش بيبقى محتاج قوي. بقطعها بقى كده اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما قلتلكوا الفليتو مش بيتدق. آه، وخصوصا كمان لو انتي بتقطعيه في البيت، يبقى الدق بالنسبة لك صعب. الجزار بيبقى عنده امكانيات اكتر مني. انا بقطع كده الحتة تخينة كده وبفتحها اتنين وبعملها بفتيك. ما هو كان بيعملها لي مدورة وبتطلع حتى الحتة صغيرة جدا، حتى لو فتحتها بتطلع صغيرة جدا. وكمان لو تاخدوا بالكم ان النسيلة بتاعت اللحمة اصلا طويلة، فلازم تقطعيها زي الاتجاه بتاع نسيلة اللحمة. طبعا اللي بيقطع اللحمة وكده وبيفهم ان هو يشتري لحمة يعني عارف الكلام اللي انا بقوله. بس خدوا بالكم طبعا انا بعمل حركة ايدي دي عشان الحمد لله يعني متمكنة. انا بقالي سنين السنين بقطع اللحمة. اللي بيقطع جديد لسه ما تقطعوش طبعا بالحركة دي. قطعي على القطاعة وامسكي بايد وافتحي بايد، لكن ما تعمليش الحركة دي لو انتي مش يعني جديدة في التقطيع، فيستحسن ما تعمليش الحركة دي. بص انا لو لقيت اي حاجة تخينة بشققها كده. اول مرة هتبقى الموضوع صعب عليكي، بس بعد كده هتتعودي عليه. انتي بس عشان ما قطعتيش قبل كده ممكن تبصوا زي حركة كده، بصوا بعملها كده على القطاعة. اعمليها، ما بلاش تعملي حركة ايدي دي عشان ما حدش يتعور بس والنبي ويدعي عليا. شايفين هي اصلا اللحمة ما شاء الله طرية مش متحملة السكين. خلاص بقى قطعت كله. هحط بقى انا معايا بصل ومعايا طماطم.
هحط كاتشب طبعا. لو انتوا حابين تضربوا البصل والطماطم تصفوه وتعملوه طبعا يكون احسن بكتير. والحركة دي طبعا لما تكوني كمان مستعجلة مثلا حتى تبليه ساعتين تلاتة، الحركة دي بالنسبة لي احسن طبعا مليون مرة. بس انا بيني وبينكم يعني انا كنت متبلاه وهسيبه يوم عادي اتنين مفيش مشكلة، ما كنتش مستعجلة عليه فعملت كده وكسلت بصراحة اضرب، ما اضحكش عليكم. وكمان يعني انا عملت معاكم الطريقه دي قبل كده ميه البصل، فقلت اعمل معاكم دي. وكمان في ناس ما عندهاش امكانيات لكبه، فيعني انا برضو بحب ادي حلول لكل الاطراف، ما بحبش اعقد الدنيا وما بحبش حد يتفرج على حاجه ويقول لا انا ما عنديش، فلا يعني كله سهل. معايا بقى سماق بصل وتوم باودر، ومعايا بهارات شاورما وبابريكا وفلفل اسود وملح وبهارات لحمه. نقول تاني: ملح وفلفل و توم بس باودر مش بصل عشان انا معايا البصل ما حطيتوش، وفلفل اسود وبهارات لحمه وبهارات شاورما. بهارات الشاورما دي بجيبها من فتح الله دايما بقولكوا عليها، وبابريكا وسماق. وبس كده خلاص. بصوا بقى احنا هنحط اللحمه كده. طبعا ليمون ده حاجه اساسي يعني، حط 4 5 ليمونات يعني ما يهمكوش. هقلبها بقى. يلا بقى نشوي اللحمه مع بعض. آه ده الجريل ده طبعا انا شويت معاكم كتير. عايزه اقول لكم ان انا ما جربتش، تخيلوا نسيت اساسا عملت في الجريل ونسيت اعمل في القلايه. آه اللي عملت البطاطس ونسيت اعمل اللحمه في اللي هي الهوائيه او الاير فراير يعني. المره الجايه ان شاء الله بعملها معاكم. عملت بس البطاطس. حلو قوي الجريل ده، انا كنت جايباه من ميكس سنتر اللي هو اسمه نيو كلاين، بس مش عارفه دلوقتي طبعا بقى بكام. انا كنت جايباه ب365. عايزه اقول لكم ان انا ندمت ان انا ما جبتش واحد تاني، لان هو حلو جدا على فكره وبيسوي الحاجه حلوه قوي وهو حامي. بس رغم كده هو بيسوي الحاجه قوي يعني. هو تقيل مش خفيف، وما شاء الله تقيل جدا كمان. آه الناحيه اللي هي الغطا دي اخف سنه من تحت، بس برضو ما بيحرقش الحاجه يعني. انتي توطي عليه وهو بيسوي الحاجه حلوه قوي. انا بس لما ياخد كده وش كده هحط الصوص اللي طالع من اللحمه ده هسويه بيه عادي. كده كده الفيليتو انا ما بحطلوش ميه، هو الميه دي مش ميه، دي ميه بصل. لكن ما بحطش ميه في الشوي لان انا دايما بشوي الفيليتو آه، او الانتركوت. بس الفيليتو اكتر يعني، لو انتركوت بدقها عشان ما تبقاش تخينه وتستوي بسرعه يعني. هعلي بقى النار. خلاص اللحمة اتشوت. بصوا انا حطيتها كده يعني فيا كشت بصوا. بس انا كنت حطيتها على الاتنين دول علشان خاطر ايه يستووا بسرعة، عشان ما يبقوا كتير على بعض مش هياخدوا اللون ده بسرعة. لما تكوني مستعجلة لازم تعملي كده الحركة دي، لو مش مستعجلة خلاص حطيهم جنب بعض. الجريل ده بقى حلاوته في ايه؟ ان هو بيحتفظ بالحرارة. هو غالي بقى عشان كده بيحتفظ بالحرارة يعني. انا عايزة اقولكم ان انا بغطيها. انا طبعا هغطيها واسيبها تستوي شويه، يعني اسيبها هطفي عليها وهي استوت خلاص. يا دوبك بس ايه ممكن شويه مثلا لو مش هناكل دلوقتي هتطفي عليها وبعد كده تديها تسخينه تاني تاخد وش اكتر لو انتي مش هتاكلي دلوقتي. انا بقى لما اغطيها هتسيبيها نص ساعه محتفظه بالحراره او اكتر. لو في الصيف هتحتفظ اكتر، في الشتاء يعني بجبرها نص ساعه. بس حرفيا فعلا الجريل بيدي طعم حلو قوي بالشاي. هغطيها بقى واسيبها، وتعالوا نحمر البطاطس ونعمل السلطة وكده. عايزة بقى تعالوا بقى نعمل السلطة. انا بوريكم انا بعمل السلطة اقل من دقيقتين. ده بجد اختراع.
بغض النظر بقى تطلع القطه شكلها ايه، بس المهم ان هي بتبقى سلطه وحلوه وبتتاكل، متقعديش تقطعي، بتاخدش معاكي وقت خالص. والناس اللي بتعمل دايت بتحب تعمل سلطه على طول، هتنجز معاكي. عايزه اقول لكم دي براون ده الهاند بلندر ده، الكيتشن ده على بعضيه انا كنت جايباه ب3، كنت جايباه من دبي. عايزه اقول لكم ان هو ب6000 جنيه دلوقتي الحمد لله. والقلايه دي كمان بقت ب9000 جنيه. الحمد لله ان انا جبت الحاجات دي قبل الدنيا ما تغلى. عايزه اقول لكم بصوا، آه الموضوع كله انا مش مسرعه الفيديو قوي، يعني حاجه بسيطه جدا. عايزه اقول لكم ما خدتش معايا دقيقه السلطه، بحط كله كده، هو بس الجزر اللي بحطه وببشره. لكن القوطه والبصل والخيار آه بحطهم كده. بس لو الخضره بقطعها على ايدي بصراحه، ما احطهاش في البتاع. بصوا اتقطعت بقت سلطه ولا مش سلطه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ سلطه اهي ولا مش سلطه اهي؟ عندنا حاجة ربنا حاجة حلوة ربنا جابها لنا، نتعب نفسنا؟ مش في الآخر هنندخها وتبقى سلطة وشكلها حلو اهي، صح؟ طبعا عايزين السلطة تبقى زي بتاع الحاتي والمحلات دي، هتحطي سماق وهتحطي بابريكا وشطة، وتقطعي البصل كده جوليان وتسيبيه 10 دقايق، وملح وخل وليمون وتسيبيهم منقوعين لوحديهم الأول البصلاية. وبعدين تحطيها على الطماطم وتحطي لها كزبرة وشبت. هما بقى بره ما بيحطوش ولا جزر ولا ايه تاني، ولا كابوتشا ولا جرجير ولا اي حاجة في السلطة دي. هما بيحطوا بس طماطم وخيار وبصل، وبيحطوا الخضرة. بس حركة البصل دي بتدي، انا كنت عملتها لكم قبل كده في حلقة. اللي عايز السلطة بتاعت بره انا كنت عاملاها قبل كده. اهو بشرت الجزر، حطيت المبشرة بتاعت الجزر، هحط بقى ملح وخل وليمون وسماق وبابريكا. عايزه تحطي شطه، عايزه تحطي فلفل اخضر براحتكم. انا عندي ما باكلش السلطه حراقه. ده السماق اهو، دي السلطه السريعه. لكن بقى لو عايزاها ده بابريكا، لو عايزاها زي ما قلت لكم هتحطوا البابريكا والسماق والخل والليمون والملح على البصله، وهتسيبوها وشطه، وهتسيبوها 10 دقايق. البصله لوحديها منقوعه بالحاجات دي هتدي لون، وهتدي كمان طعم. وهتزودي الميه الصوص اللي انت عملتيه بتاع البصل ده، هتزوديه شويه ميه وهيديكي اللون بتاعها. ده كزبره على شبت. انا بحطش بقدونس خالص في السلطه يا جماعه، البقدونس ما بيتاكلش غير وهو ناشف مش وهو مبلول. الخضره الوحيده اللي ما بتتاكلش وهي غير ناشفه البقدونس. بصوا بقى، انا حطيت البطاطس وشغلتها ونسيت اوريكم فهرجع اطفيها تاني واوريها لكم. اللي بيضحك عليكي بيقولك حطي معلقه زيت وكده، لا انا بحط على البطاطس، بحط عليها ربع كوبايه زيت وبقلبها في طبق، وبعدين بحطها كده كده. الزيت بينزل تحت، بتاخد هي اللي عايزاه وبتنزل تحت، وبينزل تحت في المصفى بتاعته. انا طفيتها خالص عشان اشغلها من اول وجديد. بصوا احنا هندوس على التشغيل اهو. البطاطس انتي بتختاري الامر اللي انتي عايزاه. بطاطس بتعمل على 38 دقيقة ودرجة الحرارة 180. بصوا بقى، البطاطس خلاص فاضل 8 دقايق. عايزة اقول لكم ان 38 دقيقة دي مش 38 دقيقة، هو في التايم كده لو هتحسبيها على الساعة مش 38 ولا حاجة. هي بتاخد لها بتاع ربع ساعة، مش 38 زي ما هما يعني كاتبين. ما تقطعيهاش رفيعة ولا تخينة جدا، لا قطعيها وسط عشان تبقى حلوة معاكي. عملنا طبق السلطة الجامد ده. خلاص انا بصوا البطاطس طلعت اهي، شايفين لونها تحفة ازاي، ومش شاربة زيت بقى ولا اي حاجة، والزيت كله واقع تحت. بصوا في المصفى. بصوا انا حطاها حتى على مناديل عشان اوريكم ان هي ما فيهاش اي حاجة. بصوا الزيت اهو، الحبة هم وقعوا في البتاع تحت. عملنا السلطة الحلوة هي اللي فيها كل الخضروات. زي ما قلت لكم تحطوا كزبرة وشبت مش بقدونس. السلطة طبعا حاجة مفيدة في كل الأكل. عملنا اللحمة طبعا حطينا عليها بقدونس، وعايزة تعلي التست هتحطي فحم كمان. وعملنا البطاطس هي مقرمشة في الاير فراير.
اللي عنده طبعا يحتفظ بيها طبعا في ظل الاسعار الحلوه، وطريه من جوه مقرمشه من بره ومش شاربه زيت، وحاجه بجد تحفه. واللحمه طبعا استوت لانها فليتو. لايك بقى وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. وما تنسوش بقى اللايك، واقول لكم سلام عليكم، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده.